ايه الفرق بين ال8 سلندر الامريكي والايطالي؟ ليه الدوج تشارجر صوتها كده وليه الفيراري ال 458 صوتها كده؟ مع ان الاتنين نفس عدد السلندرات ونفس شكل المحركات ال V8. خليك معايا للاخر عشان نعرف ايه هو سبب اختلاف الاصوات بين المحركات الامريكي والاوروبي. لو لسه جديد معانا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. السبب الرئيسي بيكون ميكانيكي جوه المحرك، لكنه ابسط مما تتخيل. جوه المحرك بيكون فيه الكرانك شافت او عمود الكرانك. السلندرات بيبقوا متركبين فيه، وعمود الكرانك ده هو اللي مسؤول عن تحويل حركة السلندرات من حركة خطية لحركة دورانية. يعني كل ما البساتم تعمل انفجار في غرف الاحتراق بينزلوا لتحت بسبب قوة الانفجار، فيخلوا عمود الكرانك يلف فالعربية تمشي. الامريكان من ساعة ما بدأوا يعملوا محركات V8 بيحبوا يستخدموا شكل عمود كرانك معين مختلف عن بقية مصنعين العربيات، اسمه كروس بلين، ومميزين فيه جدا. لو بصيت عليه من فوق هتلاقيه شبه علامة الزائد. السنون بتاعت الكرانك مرصوصين 90 درجة. وركز معايا هنا عشان في تفاصيل مهمة. السبب ان صوت محركات الامريكي خشن وناشف هو ان بسبب تصميم الكرانك بال90 درجة ده ترتيب الانفجار في غرف الاحتراق بيبقى مش منظم، بمعنى انك هتلاقي واحد من السلندرات في التوب ديد سنتر او اعلى نقطه لغرفه الاحتراق، سلندر تاني هتلاقيه في نص الغرفه، سلندر تاني هتلاقيه في ربعها، وهكذا. الانفجار اللي مش منظم ده هو اللي بينتج الصوت الخشن اللي بنسمعه دايما في الماسل كارز، لان في كل لفه للكرانك بيكون في عمليتين انفجار بيحصلوا ورا بعض في نفس الناحيه، فبالتالي البستمين دول هيخرجوا العادم تقريبا مع بعض، وهو ده اللي بيعمل الصوت الناشف بتاع الامريكي. على الناحيه التانيه من الكوكب بقى مصنعين الاوروبيين بيستخدموا الشكل التاني لعمود الكرانك اللي اسمه فلات بلين، وده شكله خط مستقيم 180 درجه شبه علامه الناقص لو بصيت عليه من فوق. الشكل ده من الكرانك شافت بيخلي ترتيب الانفجار جوه غرف الاحتراق منظم. ازاي بقى؟ في كل لفة للكرانك هتلاقي سلندرين في أعلى نقطة لغرفة الاحتراق وسلندرين تانيين في أوطى نقطة ليهم، فبيكون كل 180 درجة في انفجار بيحصل من واحد من السلندرات. وأنا هنا شرحتها على محركات ال4 سلندر عشان تبقى أسهل لعينك إنها تشوف الفرق، لكن في محركات ال V8 الفلات بلين بتبقى كل 90 درجة هيلفها الكرانك في انفجار هيحصل، والانفجار في الفلات بلين في محركات ال V عموما بيكون بالدور، يعني يمين بعدين شمال بعدين يمين بعدين شمال، وده عكس الكروس بلين اللي بيبقى فيه انفجارين يمين ورا بعض بسرعة جدا وانفجارين شمال ورا بعض بسرعة جدا برضو. الفلات بلين بيتميز بخفته وبأدائه المرعب على التراك، خصوصا سباقات التوب سبيد والسرعات العالية، وعشان الفلات بلين عادة بيبقى خفيف في الوزن وفيه توازن أكتر من الكروس بلين فبيقدر يلف عدد لفات كتير في الدقيقة، فبتلاقي العربيات الأوروبي الار بي ام بتاعها بيوصل ل 8000 وساعات 10000 ار بي ام في العربيات المجنونة خالص، وبتلاقيه موجود دايما في العربيات الهايبر والسوبر كارز الأوروبي زي الفيراري واللامبورجيني وغيرهم، وصوتهم لو لاحظت بتلاقيه دايما حاد أكتر من الأمريكي، تحس الموتور بيصرخ. وعلى فكرة هو مش بس بيستخدم في السيارات، الفلات بلين موجود في عالم الموتوسيكلات، ده هو الأساسي في الموتوسيكلات، ومعظم الشركات بتاعت الريسنج بايكس بتستخدم الشكل ده زي هوندا وسوزوكي وكawasaki وغيرهم. نرجع تاني للأربع عجلات. الكروس بلين بيستخدم في العربيات الأمريكي تحديدا الماسل كارز، أهم ميزة فيه إنه بيدي تورك أو عزم عالي جدا بسبب تصميمه، وهو ده اللي بيخلينا نشوف سيارات العضلات الأمريكية محركاتها قوية جدا وتتميز بالتورك أو العزم العالي زي الدوج تشارجر والموستانج والكورفت وغيرهم. عيبه إنه تقيل شوية في الوزن وأقل توازن مقارنة بالفلات، فبيبقى صعب إنه يلف عدد لفات كتير في الدقيقة، وزنه واهتزازاته بيحجموا سرعته، عشان كده بنشوف كل السيارات العضلات الأمريكية عدد لفات المحرك
بتاعها بتكون غالبا اخرها 6000 ار بي ام وممكن اقل في بعض العربيات، لكن ده مش هيفرق كتير ولا هيكون عائق في الاداء ابدا، لان العزم كله او البيك باور زي ما بنقول بيطلع بين ال 4000 ل 5000 ار بي ام، فما فيش اي مشكله، هتكسب اي عربيه تدوس معاها برضه. لكن ممكن تسالني دلوقتي، العربيات الاستخدام اليومي الاقتصاديه اللي بنشوفها في الشوارع دي بتستخدم انهي نوع كرنك؟ العربيات دي غالبا بتكون 4 سلندر وهدفها الاساسي الاعتماديه والراحه والهدوء، فكلهم بلا استثناء بيستخدموا الفلات بلين لان هو ده الوحيد اللي بيلبي طلبات العربيات دي. مفيش اهتزازات جامده في الموتور وده بينقل شعور بالراحه جوه الكابينه. صوت المحرك المطلوب منه انه يكون هادي في النوع ده من العربيات، وهو ده اللي بيتميز بيه الفلات بلين في العربيات الصغيره دي. وعشان وزن الفلات بلين بيبقى اخف شويه زي ما قلت لك، فبرضه ده بيساعد المحركات الصغيره، ده غير انك مش محتاج عزم جبار في تويوتا كرولا مثلا، فبيكون دايما الاختيار الافضل والانسب للعربيات دي هو الفلات بلين. اما بقى كصوت محركات في العربيات الرياضيه، فبصراحه الاتنين صوتهم احلى من بعض، لكن قولي في الكومنتات انت من فريق مين؟ هل الصوت الهجومي الخشن بتاع الامريكي ولا الصريخ الحاد بتاع الاوروبي؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتاخد لفه في قناتي. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.